اخر اخبار الاهلي النهارده، قائمه الاهلي نزلت لماتش غزل المحله بكره ان شاء الله، اللي هيلعب بيها كل اللعيبه الناشئين ما عدا 3 لعيبه بس هم من الفريق الاول، اللي هم سيحه من حراسه المرمى، وفي برضو معاه حازم جمال من الناشئين، ومعاه الشحات وعش من الفريق الكبير، ومعاهم بقى احمد عابدين وزعلوك وحمزه عبد الكريم وابراهيم قاسم ومحمد الشامي ومحمد رفعت وهشام مصطفى وابراهيم عادل وعمر سيد معوض والاسيوطي وياسين عاطف وبلال عطية ومحمد عاطف واياد مدحت وحمزة الدكوي وكمان عمر العدوي ومحمود لبيب. دي قائمة الاهلي بكرة ان شاء الله، الماتش غزل المحلة، والتوفيق للاهلي ان شاء الله. كمان عندنا خبر على احمد حسن كوكا، خلاص بدأت موافقة مبدئية على رحيله لنادي الفيكا البرتغالي، خلاص الاهلي وافق على بيعه، وهنشوف هيمشي ولا لا. كمان عندنا اخبار المصابين، احمد عبد القادر بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة في برنامجه العلاجي، وكريم فؤاد بدأ التدريبات التأهيلية في الجيم، وإن شاء الله يرجعوا قريبا للأهلي. كمان الأهلي بيعرقل انضمامه لصفقة جمال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة بسبب طلباته المالية الكبيرة. ده الفينيسيو رومانو بيقول كده الصحفي المشهور. أما الأهلي بيقول إن ما بيقول على إن صفقة على قائمة انتقال غير صحيح، اللي هو برشلونة عارض مبلغ قليل جدا على ان هم ياخدوا حمزة عبد الكريم، فهنشوف ايه اللي هيحصل الايام الجايه بين برشلونه والاهلي على موضوع حمزة عبد الكريم. كمان عندنا سيراميكا كليوباترا بتطلب ضم جراديشار من الاهلي مع تحمل جزء الاهلي من راتبه، فهنشوف هل جراديشار هيروح سيراميكا ولا لا. وبرده خبر لسيراميكا عاوزه تاخد محمد عبد الله اعاره في يناير المقبل، فهنشوف هيحصل ايه. وفي خبر على ان الاهلي بيرفع عرض الى 1,400,000 دولار للراتب السنوي للكونغولي بولولولو لاعب فريق البولندي، معرفش اسم الفريق البولندي ايه. فهل ده هيجي الاهلي ولا لا؟ دي كل اخبار النهارده للاهلي.